نحن اليوم ايضا بسهرتنا يعني هذا الاشي جميل عم نتوج الختام. رح نحكي عن اكيد الاستقلال، لكن من زاويه يمكن مختلفه. اليوم رح نحكي بتعني هي اكثر بقد ايه مهم الانسان يكون مبدع، وخصوصا في ظل الاستقلال. يعني أسيل، يعني ببصمة خاصة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاحتفال بالإبداع والمبدعين، مش فقط على المستوى المحلي والعربي بل على المستوى العالمي. وقدوة إن جلالة الملك الذي يسعى صحيح. دائما في كل العالم لوصول الأردن ورفع راية الأردن في كل المحافل في كل الدولية. مكان، مثل ما ذكرت يعني مثل وجود قائد عظيم مثل جلالة سيدنا، قائد فعلا بشجع دائما الإبداع والمميزين والناجحين. وخصوصا عم نشوف حازم قد في هناك جوائز معروفة، مبادرات جلال سيدنا بيطلقها، أيضا مؤسسات عالمية تأتي للأردن، كل هذا لتأكيد مكانة الأردن اللي جلالته بيأكدها دائما، واللي بنعتبره هو صاحب الفضل الكبير والتكريم الخاص بهذه الليلة. يعني أسيل، اليوم بكل فخر راح نرفع الطاقية لكل هالمبدعين الموجودين نعم. معنا اليوم، فكف لكل الموجودين معنا، أهلا وسهلا فيكم. إذا ما إنه عم نحكي على الإبداع، وهذا اليوم هدفنا، يمكن المبدعين كتار ببلدنا، لكن اليوم اللي قدرنا عليه حبينا يعني هالمجموعة القليلة اللي موجودة هي رح تكون إن شاء الله مثل للجميع وقدوة لكم كلياتنا نحتذي فيهم. رح نكرمهم بطريقتنا الخاصة، بطريقة مؤسسة إذاعة وتلفزيون، أو بطريقة الأردنيين، نقول لهم شكرا هالمرة على إنجازاتهم مبادراتهم. فإن شاء الله يعني فعلا تكونوا معنا مبسوطين في هذه السهرة اللي رح تستمر، ما بنعرف قد ايه، يعني ان شاء الله يكون الكلام جميل بهالطقس ايضا الجميل اليوم. الشاب الاردني مثل ما بنحكي قاعدين على الشباب الموجودين معنا الان ما شاء الله عليهم، بؤمن بالحلول الابداعية والتفكير مثل ما بنقول خارج الصندوق عند حل المشاكل والظواهر السلبية في مجتمعنا. حاز على جائزة الملك عبد الله للإنجاز والإبداع الشبابي عن مبادرة ذكرى للعمل التطوعي. خلينا بهاللحظات القادمة نشوف مع بعض عن هالمبادرة بالصور. ربيع زريقات، اهلا وسهلا فيك، بنرحب فيك وفعلا بنشد على يدك وبنرحب فيك. كشاب اردني فعلا معنى كثير بعمل التطوعي والعمل الاجتماعي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، شكرا، كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعني مبادرة ذكرى قد ما انت اعطيت من قلبك، واحنا عم نحكي دائما على الابداع، خصوصا الواحد يعطي بصدق، انعرفت كثير في ناس صاروا يشاركوا معك. هيك حدث المشاهدين يمكن ما بيعرفوا عنها، عن منهجية هالمبادرة. هلا فكرة المبادرة، الفكرة الإبداعية أو بساطتها أنها مبنية على فكرة التبادل والتعاون والمشاركة بين الشعب الأردني. يعني فكرة أنه طرف قوي بده يساعد طرف ضعيف، إحنا هاي لغينها، لأنه إحنا بنعتبر كل المجتمعات قوية، كل المجتمعات مليئة في الكنوز، ما في طرف هو الغني والطرف الآخر هو الفقير أو بطل بيساعد فقير. فهاي العلاقة اللي عملناها بين المدينة وبين المناطق المهمشة أو المظلومة اللي هي بالتحديد في غور المزرعة، إحنا بنشتغل بلشنا المبادرة، خلقنا هاي علاقة التبادل والمشاركة. فأطلقت أنا برنامج اسمه السياحة التبادلية، ممتاز. اللي هو رحلات لأهل المدينة عمان
ليتعلموا من أهل المناطق مثل الأغوار، يتعلموا من الغناء والكنوز الموجودة فيها، مثل جميل. مثلا هم أغنياء في التراث، مثل بتعلم واحد كيف تهذيب الشموخ، كيف يسوي الكحل، الخبز، الشراك، حلو. التقاليد اللي هم أغنياء فيها. وبالمقابل كل مشارك بيدفع أجرة، وهذا المبلغ اللي بنجمع بتروح على شكل قروض صغيرة، بعثات جامعية، وأي مشاريع تنموية في المنطقة. فهذا احنا قربنا الشعب بين بعضه وعملنا مساواة. يعني ابن عمان علاقة متبادلة صارت فعلا. يعني ابن عمان اجى قاعد على حصائر على الأرض، تعلم من ابن المنطقة، وبالمقابل قدم شغلة وهو أخذ شغلة، وصار في عملية المساواة. ما حس حاله ابن الغور هو أقل ولا ابن عمان هو أفضل. أو يعني أنت مشيت بالمقولة عفوا اللي إنه ما تعطيني سمك لكن علمني كيف الصيد. بالضبط بهالطريقة. بالضبط. مش بس علمني وخليني اعلمك انت شو عندي، يعني علمني كيف اصيد، انا بعلمك كيف تركب على القارب مثلا. كيف كان مشروع التبادل السياحي؟ شو حسيت إن الناس قد ايه حبوه خصوصا من خارج الاردن؟ كثير في اقبال كان من عمان. يعني في البدايه انا يمكن بلشت بالاسلوب التقليدي، كان تبرعات، بس لما كانت تبرعات كان ما في كثير اقبال. الناس ما بتحب اللي يمكن يحس حاله انه هو بده يحزن او بده، بس لما حس انه لا انت راح تشوف الغناء، لانه هذا كان غلط، خطأ مني انه فكرت انا انه غيري بس بده نقود او بده فلوس وهي هي الحياة، انه انت غني في مالك وبس. لا، اكتشفت انه الانسان غني بكثير شغلات اخرى. جميل. فلما عملنا هالتوازن صار اقبال كبير، وكانت الاهميتها انه زي ما شفنا يمكن في المقدمه انه في كثير ناس صارت من عمان تنزل تشارك، تعطي ورشات من الشغلات اللي هم اغنياء فيها، غير الماده بالمعرفه والثقافه والمهارات. صار في تعاون، هذا اللي شايفينه. وفي عندنا برامج اخرى، عملنا البرامج الثقافيه، لانه احنا المجتمعات دائما المهمشه بدها معنويات وبدها، لانه دائما يمكن صارت مقتنعه انها يمكن لا تملك وشعرت شيء. بالفرق يعني عندهم، يعني طبعاً. حبوا هذا الموضوع، استفادوا منه كثير. حسيت بالفرق انا في شخصيتي، لانه انا كمان تطورت، وانا كثير تعلمت منهم كثير، وتطورت شخصيتي ونظرتي في الحياه تغيرت. وبالتالي هم كمان، انا ما غيرت فيهم، انا خليتهم بس يكتشفوا الكنوز اللي كانت مدفونه. هي بس جميل. كان بدهم فرص، مثل ما اي شخص اخذ فرصته. يمكن انا في عمان كان عندي فرص. هل كان صعب هاي المبادره اللي عملتها؟ طبعا في تحديات، بس تحديات بحولها لفرص. يعني هي بالاخير واحد تحديات ما تحبطه، يحولها لفرصه. يعني الواحد بيجي حاجز، لا بده يفكر كيف يجتازه، ما يفكر كيف بده. وربيع، هل الجائزة يعني يمكن لولا وجود الجائزة ما كان يمكن كملت أكثر وفي ناس كتير صاروا معك؟ يعني قد ايه كانت الجائزة اللي حصلت عليها مهمة؟ طبعا كثير كانت مهمة، لأنه زي ما بحكي لك التشجيع كثير له عامل قوي، والواحد والاعتراف بالآخر، ويحس الواحد أنه موجود اللي بسويه أنا. فكثير كان لي دافع كبير، وكمان سلط الضوء كثير على المبادرة، وكثير شجع، وكثير ضاف لنا مصداقية كبيرة وكانت نقطة تحول كثير كبيرة كمان للمبادرة وللمنطقة اللي بشتغل فيها. كل اليوم أنا لما قلت لربيع إذا بتحب أهلك يكونوا موجودين، طبعا تحياتنا لأهل طبعا تحية لوالدتي اللي عم تحضرنا فقال لي بيحبوا أكيد، لكن أنا حابب أجيب من الناس اللي فعلا اشتغلوا معي، وكان في مواهب جميلة من الأغوار. أهلا وسهلا سجا ووالد سجا اليوم، أهلا وسهلا فيكي. بس قبل تخبرنا حضرتك ربيع عن سجا، وشفنا كتير إلها صور عم بتغني، شو كانت هاي المسابقة؟ هلا احنا عندنا جانب ثقافي كمان بنهتم فيه، لأنه بنحس الجانب الثقافي كثير مهم بالمجتمعات. يعني البلد اللي فيها ثقافة ما في خوف على شعبها. صحيح. فكثير بنركز على الثقافة والإبداع الشباب. فعملنا مسابقة اسمها صوت من الغور، ليصير قبلها عملنا مسابقة شعر، كلمات كلها تتغنى في منطقة الأغوار وبجمالية الغور، ويشوفوا الإيجابية في منطقتهم. حلو. وهذه الأشعار راحت لما عملنا مسابقة صوت من الغور، كانت كمان للأصوات الجميلة في المنطقة، تحولت كتبناها صارت أغاني مغنى، لحنها ملحن أردني اسمه عزيز مرقة، وشاعر كمان رجع كتب الأغاني من أول وجديد. فسجا فازت في المركز الثاني. يعني بصير نسمع هيك سريعا سجا بصوتك طبعا. الأغنية تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. يا يما ليه الدمع يما، كفكف الدمعات يا حنونة، دامك عمتا وابويا عمة، والله لسكن مجلة عيونا. يا يما ما اقدر على بعدك، يا يما بالغور مسكاني، زغرد اليوم يوم سعدك، كل الغور ربعي وجيراني. شكرا لسجا ووالد سجا، اهلا وسهلا فيكم. ربيع، يعني بالنهايه شو بتحكي لكل الشباب اللي فعلا عندهم مبادرات داخلهم لكن لسه ما شافت النور؟
يعني ما يخافوا، ما يسمعوا للناس. يعني في البدايه يمكن الناس بتحطم صحيح وبتخلي الواحد منتشر يحس حاله عنا انه بيطلعش بايدك شيء وشو اللي بتسوي، مين فكر حالك ومين. ما يسمعوا الكلام ويحسوا بوطنيتهم، لانه الوطن والوطنيه وعيد استقلال هو عطاء وانجاز وتضحيه بالاخير. هذا جميل. معنى الوطن. جميل. فما يسمعوا للناس ويستمروا بالاخير شكرا بنجاحهم. لك ربيع، ونشد على ايدك من تسلم. جديد. وبهالكلام الجميل من ربيع ننتقل لحازم ونشوف حازم شو عنده ايضا ضيف اخر. شكرا أسيل. يعني ربيع وسجى يعني دائما نغني يا شوقي يلا على الغور نزرع بساتين. اليوم من خلال هالشباب صوتهم من الغور وصل لكل العالم، فتحياتنا لهم.